الموجودة في هذه البطولة في دوري أبطال إفريقيا. نريد التتويج، نريد بطولة لهذا الوطن، بطولة لهذا البلد، لنحذو حذو الأشقاء والأصدقاء والدول اللي كتبت الاسم بأحرف من نور ونالت البطولات الشقيقة. مصر 12 بطولة، المغرب 5 بطولات، تونس 4 بطولات، الجزائر 4 بطولات، الكاميرون 4 بطولات. وهذه كرة هلالية، سادومبا خلص، جول هلالي، هدف ثالث هلالي عن طريق القناص إدوارد سادومبا، يؤكد الثلاثية، يؤكد الانتصار، يؤكد الأهداف الهلالية في مرمى دي اف سي من افريقيا الوسطى. هنا الكرة ملعوبة والانطلاقة الممتازة من جانب ابراهيم توريه، هيا كرة على طبق من ذهب، على طبق من ذهب لسادومبا، وسادومبا بإبداعه بإمتاعه بإحساس الهداف وضع الكرة في مرمى كونجي. ثالث أهداف المباراة. نتيجة بانجي تتكرر، لذلك قلت لكم في بداية هذه المباراة لا نقلق من النتيجة ولا نتوقع شيء كثير من دي اف سي بعد الهزيمة في أرضه ووسط جماهيره. نعتبر أن الهلال مر للمرحلة القادمة وأنه انتصر من بانجي وليس من ملعبه. وهنا التأكيد فقط، إكمال المشوار، إكمال المسألة، إنهاء القضية هنا في ملعب استاد الهلال، والبحث عن أهداف وعن مهرجان أهداف وعن معاودة أرقام قياسية. سادومبا يحاول لكن قام في الموعد، قطع الكرة. التحول الآن لمصلحة أليديسو لاعب دي اف سي، كرة منقولة على الجهة اليمنى، لكن عودة عمر بخيت، ما زالت الكرة مع الإمام موسى، سدد الكرة الإمام ولكن الكرة بعيدة وبعيدة جدا. مرت الكرة وأعضاء طبعا وجانب كما ذكرت أنا في الجالية، وفي أيضا جانب من بحث بلاتانيوم، الجانب الإداري، البحث الإداري عموما يحضرون في ملعب استاد الهلال. لقاء غدا قادم هام. إبراهيم توريه غادر وبكري المدينة نزل لمواصلة المشوار مع الرفاق. هنا غدا مباراة هامة للمريخ، مباراة أيضا عبور ضد البلاتينيوم، منقولة أيضا عبر قناة الشروق. نتمنى دائما أن نتواصل معكم ونتمنى دائما أن نكون معكم داخل وخارج الوطن إن شاء الله، ربطا للمشاهد الرياضي وللقاعدة الرياضية الكبيرة التي تهتم وتتابع وترصد وتتمنى لأنديتنا دائما التوفيق. امنياتنا بالتوفيق للمريخ غدا، للأمل لنمور شندي بعد غد، وإن شاء الله المرحلة القادمة تكون مواجهات أيضا طيبة جميلة رائعة لأنديتنا السودانية. فالنتاين نوبلو حول الكرة على الجهة اليمنى، الانطلاق من جانب بكري المدينة، بكري يلعب الكرة ولكن الراسية من قام تحولت لبوتاري، كرة ملعوبة في وسط الملعب لبونغولو، ولكن الكرة اللي كانت مقطوعة والخطأ لمصلحة دي اف سي. نادي الدبلوماسيين في محاولة للتقدم للأمام، يبحث ربما عن الهدف الشرفي، يبحث ربما عن تذكار يضع